انت كده بتحكم على قناتك بالاعدام. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في مملكة سام. وزي ما اتفقت يا صاحبي معاك قبل كده، انت دخلت المملكة بمزاجك هتخرج منها برضو بمزاجك، بس قبل ما تخرج من المملكة ما تنساش بقى اللايك الجميل والاشتراك الحلو وكومنت لذيذ منك عشان تبقى صاحبي وحبيبي وكفاءة. بص بقى يا صاحبي، الناس بقى لها فترة بتسأل ارفع الفيديو على اليوتيوب الاول ولا على الفيس الاول؟ طبعا في ناس مهتمه بالربح من الفيسبوك، وفي ناس مهتمه بالربح من اليوتيوب، وفي ناس مهتمه بالاثنين، يربح من صفحه الفيس يربح من قناته على اليوتيوب. انا جاي لك بالخلاصه والمفيد يا باشا، هقول لك تعمل ايه. عشان في ناس بتعمل خطأ كارثي، في ناس بترفع على الفيسبوك الاول بعد كده يرجع يرفع الفيديو زي ما هو على قناته على اليوتيوب. عايز اقول لك يا صاحبي باللي انت عملته، انت كده بتحكم على قناتك بالاعدام مره واحده. بتحكم على قناتك بالاعدام. بص يا باشا، سياسه اليوتيوب بتقول لك ايه؟ لازم يبقى المحتوى بتاعك حصري. فانت دلوقتي لما تيجي ترفع الفيديو بتاعك على الفيسبوك وبعد كده ترجع تاني ترفعه على اليوتيوب، اصبح ان هو محتوى معاد استخدامه. يعني ايه محتوى معاد استخدامه؟ يعني سعادتك استخدمته مرة تانية، في حد نشر الفيديو ده وانت عدت استخدامه. لو انت قناتك مش مفعلة ربح، هتيجي في المراجعة يا باشا ويقول لك محتوى معاد استخدامه، القناة تترفض واصبحت في خبر كان. طب لو انت قناتك مفعلة ربح، وبعد ما فعلت الربح على قناتك وبدأ يجي لك عليها ارباح، حبيت تعمل صفحة فيسبوك وتربح منها هي كمان، نفس الموضوع ان انت ترفع الفيديوهات على الفيسبوك وبعد كده ترجع تحطها على اليوتيوب. عايز اقول لك برضو يبقى انت بتحكم على قناتك بالاعدام. ان اليوتيوب كل فتره بيعمل مراجعات للقنوات عشوائيه، تيجي حضرتك مره في مراجعه من المراجعات تلاقي نفسك لبست في حيطه يا كبير، بعت لك ميل ان القناه بتاعتك توقف عليها الربح لان المحتوى اللي على القناه محتوى معاد نشره. طب ايه حل المشكله دي بقى عشان ما اقعش فيها؟ حل المشكله يا كبير ان انت عملت الفيديو وظبطته ومنتجته، ارفعه الاول على اليوتيوب. خوارزميات اليوتيوب نفسها بتقول لك الفيديو ده حصري عندي، ما ترفعش على اي منصه ثانيه، وبعد كده تقدر ترفعه على صفحتك على الفيسبوك. برضه الفت انتباهك لحاجه، ان الفيسبوك برضه بقى ليه خوارزميات، وبرضه بيقفش المواضيع اللي زي كده وبيعرف ان هو محتوى معاد استخدامه. يا دي النيله. طب وبعدين، هو انا ارفع على الفيسبوك ولا ارفع على اليوتيوب ولا ما ارفعش هنا ولا ما ارفعش هنا؟ اعمل ايه بالظبط؟ هقول لك تعمل ايه يا باشا. حل بسيط وسهل جدا. انت دلوقتي عملت الفيديو بتاعك ومنتجته زي ما انا بصور الفيديو دلوقتي، ارفع الفيديو بتاعي على اليوتيوب. تمام. هعمل ايه بعد كده؟ شويه اديت بسيط كده على الفيديو، شويه تعديلات. عايز تعمل الفيديو زي ما هو، عدل في الصوت، عدل في الخلفيه، عدل في الالوان. مهم لازم تعمل تعديل على الفيديو بتاعك وتبدا بعد كده ترفعه على الفيسبوك. والاسلم من ده والاحسن من ده انك ترجع تعيد الفيديو بصيغه تانية، مش نفس الكلام هو تعيد الفيديو نفسه هو الموضوع بس بصيغة تانية وتبدأ ترفعه على الفيسبوك. بس اهم حاجة ان انت تحافظ على قناتك على اليوتيوب، ان تحديثات اليوتيوب اليومين دول ما بترحمش. لو شك ان الفيديو بتاعك متاخد من منصة تانية وان هو مش محتواك وانت استخدمت الفيديو مرة تانية، قول على قناتك يا رحمن يا رحيم. فسعادتك ما تكسلش، وانت عملت موضوع وعايز تنشره هنا على الفيسبوك وعايز تنشره على اليوتيوب، اتعب شويه ونفس الفيديو ارجع صوره تاني سواء 5 دقايق ولا 10 دقايق، وارفع واحد هنا وارفع واحد هنا، عشان الفيسبوك ما يبعتلكش على الفيديو يقول لك محتوى معاد استخدامه، واليوتيوب ما يبعتلكش. ان اليوتيوب ما بيرحمش، الفيسبوك ممكن يعدي شويه لكن اليوتيوب ما بيرحمش. فاصبح ان انت ممكن تحط نفسك في مشكله. انا عايز اقول لك ان دي الطريقه السليمه اللي ترفع بيها فيديوهاتك وتحافظ بيها على قناتك وتحافظ في نفس الوقت على صفحتك على الفيسبوك لو انت محقق منها ربح او عايز تربح منها. يا رب يكون الرساله وصلت، يا رب اكون جاوبتكم على السؤال اللي بيدور في دماغكم، ارفع هنا ولا ارفع هنا؟ لان الناس مش عارفه، وساعات في ناس بتغلط ويرفع نفس الفيديو على كذا منصه بدون اي تعديلات. وعايز اقول لك يا باشا لما تعمل ده انت بتلبس في حيطه. ربنا يبعد اي شر عن قنواتكم وتقدروا تحققوا منها ربح كويس، ويا رب اكون قدرت ان انا اوصل لكم المعلومه. زي ما قلت لك يا صاحبي، انت دخلت المملكه بمزاجك هتخرج منها بمزاجك، بس ما تنساش لايك. قلت لك عشان تبقى صاحبي وحبيبي وكفاءه، انا حسي بيتنبح معاك عشان اوصل لك المعلومه، فما تبخلش عليا باللايك. ماشي يا صاحبي؟ سلام.